اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا العاجل ومباشره من مكناس كما كتابعوا معنا هو على المباشر من داخل المسبح البلدي هنا للعاصمه الاسماعيليه، والذي افتتح ابوابه يوم الاثنين. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، زحام بزاف وروينا نايضه في هذه الاثناء هذه فوق الطاقه الاستيعابيه كما كنقولوا، لانه بصريح العباره فهو المتنفس الوحيد لساكنه العاصمه الاسماعيليه، واللي هنا ما غنكروش واحد المساله انه مجهودات كبيره اللي قام بها المسؤول الاول هنا بالمدينه السيد عامل المدينه ومجموعه من المسؤولين من اجل انه يكون هذا المتنفس في ظل ارتفاع درجات الحراره المهوله وموجه الحر اللي كتعرفها بلادنا في الاونه الاخيره. كنعرفوا مدينه مكناس انه حتى الاعين او الوديان او يعني المنابع المائيه اللي كانت محيطه بها فهي هي نشفات، فبقى هذا هو المتنفس الوحيد ديال ولاد الشعب وديال الطبقه الفقيره والمعوزه. وكنعرفوا الوضع الاقتصادي ديال عامه ساكنه العاصمه الاسماعيليه. 5 دراهم لونطري هي الواجب ديال اي تيكي كيدخلوا بها هاد الشباب وابناء المدينه الاسماعيليه اللي كما كنشوفوا الناشئه اطفال نساء، والاغلبيه طبقه فقيره اللي ما عندهاش باش تخلص 3000 ريال ولا 2600. لكن كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ازدحام كبير. بالرغم من كل هذا فهو بحضور امني مكتف مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي للوقوف على النظام. كنعرفوا انه الاكتظاظ كيولد المشاكل، كيولد مجموعه ديال الاشياء اللي خارجه عن الاطار. كما كتتابعوا معنا الناس كتستمتع في ظل ارتفاع درجات الحراره، في ظل ارتفاع درجات الحراره الناس يعني جايبين وليداتهم من اجل انهم يستمتعوا بهذه الاجواء الصيفيه مشاهدينا. ولو في هذه الظروف هذه هنا كنشوفوا هذا البلونجوار اللي تم المنع ديال التصوير فيه، ديال المنع السباحه فيه، لكن في ظل كما وصلنا من بعض المصادر في ظل غياب بعض المسؤولين هنا على مستوى المسبح، ف يعني الان يعني لا السيكوريتي ولا لي ميتر ناجور كيقوموا بمجهودات ديالهم كبيره باش يضبطوا هذه المساله وباش يتحكموا في هذا العدد المهول وهذا العدد الكبير ديال الناس اللي الان جات تحج وجات تنفس وتاخذ المتنفس ديالها في ظل ارتفاع درجات الحراره اللي واصله 42 درجه مئويه. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكما كتابعوا معنا وعلى المباشر دائما من هنا من مكناس من المسبح البلدي، من المسبح البلدي. راك مصور نعم كما كنشوفوا معنا مشاهدينا فدائما هو على المباشر كما قلنا. يعني المدينه كتوفر على 3 مسابح، تم تجهيز هذا المسبح اللي امامنا الان وعلى المباشر وتوفير يعني الصيانه ليه قبل من الصيف باش يفتتح. لكن كما كنعرفوا فارتفاع ديال الساكنه والعدد ديال الساكنه والنمو الديموغرافي ديال المدينه، فكاين 3 ديال المسابح: مسبح السلم، مسبح 20 غش، وكذلك المينيسيبال. تم افتتاح المينيسيبال فيما تم استثناء باقي المسابح. زيد على ذلك المسبح الاولمبي اللي كيتواجد بالمقربه من هنا. فالمدينه ما غنساوش تاريخ مدينه مكناس في الابطال في رياضه السباحه، هذا موضوع اخر. لكن كما كتشاهدوا معنا الان وعلى المباشر مجهودات كبيره كيقوموا بها لي ميتر ناجور ولي سيكوريتي وكذلك رجال الامن الوطني والسلطات من اجل السهر على التنظيم وعلى العمل داخل هذا المسبح مشاهدينا، وكذلك التقنيين اللي كيعملوا. فكنتمناو انه الوقوف على المسائل التنظيميه اكثر والسهر على العدد، واش العدد المسموح به هو هذا، واش هذه ظروف صحيه ممكن انهم هاد الناس يستحموا فيها، واش هذه المياه مازال صالحه للاستحمام. هذه كلها اسئله غنطرحوها على التقنيين وعلى الناس اللي ذوي الاختصاص، هما اللي يقدروا يجاوبونا. واش هذا منتوج نقدروا نوفروه للولاد، واش هذا منتوج نقدروا نوفروه لولاد الشعب، الطبقه الفقيره، الطبقه المسحوقه خوتي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي لقاو هذا المتنفس الوحيد فين يجيو يعيشوا اجواء الصيفيه. نعم مشاهدينا
فكما كتشوفوا معنا تحيه لاولاد مكناس وتحيه لمكانسه كاملين. تحياتي لكم انتم مشاهدينا وكذلك الناس اللي كتستمتع بهذه الاجواء هذه هنا داخل المسبح البلدي للعاصمه الاسماعيليه مكناس في ظل ارتفاع درجات الحراره. شوفوا معنا هو على المباشر كيفاش عامر المسبح في هذه الاثناء هذه وعند اخره. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في دائما وعلى المباشر اجواء هنا وفي ظل كما قلنا هذا الاكتظاظ والاقبال الكبير على المسبح بحكم انه كما قلنا فهو المسبح الوحيد والمتنفس الوحيد لدى الساكنه المكناسيه واللي المصالح ديال الجماعه الان وكذلك السلطات المحليه اللي سهرات على الافتتاح اللي وقفات على انه تجهز المسبح وتوفر هذا المتنفس الوحيد لانه في ظل وبالرغم من انه كانت اكراهات ويوم امس عرفت مجموعه من الاحداث مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في واللي ما بات يعرف يعني بمجموعه ديال يعني كما كنقولوا بعض الناس التي تصطاد في المياه العاكره او بعض الناس التي ليس لها مصلحه انه مدينه مكناس انها تكون يعني تزيد القدام كما كنقولوا وتحل مشاكلها وتركب قطار التنميه ولو غير في هذه الفتره ديال الصيف. ففيما كيوصل الصيف كيتفتح هذا النقاش. تحياتي تحيه العز. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في دائما وعلى المباشر اجواء صيفيه رائعه من هنا من المسبح البلدي بالعاصمه الاسماعيليه ولكن في ظل الاكتظاظ وفي ظل ارتفاع درجات الحراره اللي واصله ل 41 او 42 درجه في هذه الاثناء. دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في في هذه الاثناء كنشوفوا انه لي ميتر ناجور او معلمي السباحه وكذلك المنظمين بداو كيخرجوا الناس لانه في تمام الساعه الثالثه كيتم الاغلاق ديال الابواب ديال المسبح. الان غيتم الافراغ ديال المسبح من المياه من اجل انه يتم يعني اخراج جميع الساكنه والناس اللي هو مرتدي المسبح البلدي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في دائما معكم في هذه الاجواء الصيفيه اللي كتعيشوا معنا. هيا نعم مشاهدينا وعلى المباشر اسئله واخرى كما كنقولوا ففي ظل هذا الوضع هذا واش هذه المياه صحيه خصوصا ان هاد الوليدات حقهم الطبيعي في اللعب هذا حقهم هذا حق ديالهم حقهم الطبيعي في السباحه حقهم في الاستجمام فهذا حقهم القانوني واللي شرعوا القانون وكذلك شرع جميع المواثيق الدوليه. لكن واش المسؤولين على هذا المسبح والمسؤولين على هذا المرفق هذا خذوا جميع الاجراءات وجميع الاحترازات كما كنقولوا والاجراءات الاحترازيه من اجل ان الامور تمر في احسن الظروف وكذلك في ظروف صحيه وملائمه. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في دائما هو على المباشر كما كتشاهدوا معنا المسبح مملوء عن اخره في هذه الاثناء وتقريبا ما بقات الا دقائق معدوده على اغلاق المسبح ما بين 13 دقيقه يعني في تمام الساعه الثالثه خاص يكون المسبح مغلق. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في اكتظاظ كبير. واش هذا العام تم وضع سقف لعدد التذاكر ديال الناس اللي غادا تدخل كما السنه الماضيه كانت 1600 تذكره واش تحترمات ولا ما تحترماتش هذا موضوع اخر. لكن اللي كنشوفوه الان وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في هو ان المسبح مملوء عن اخره مملوء عن اخره. نعم مشاهدينا هنا كنقولوا للمسؤولين انهم يعني مجموعه من الاحياء مجموعه من ابناء العاصمه الاسماعيليه حقهم في السباحه حقهم في الاستفاده من اجواء صيفيه 3 مسابح علاش ما تحلاتش هذا السؤال مطروح. واش غير جاهزه واش غير صالحه هذه كلها اسئله تحل مسبح واحد اللي هو المسبح البلدي واللي الان كيتحمل كل العبء ديال مدينه مكناس. مجموعه من الاحياء الان هذا هو المتنفس الوحيد لديها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في دائما وعلى المباشر. فحتى اللون ديال المياه اظن انه ما بقاش في الطبيعه ديالها حتى الماء راه خدا واحد اللون اخر لانه هذا الشيء طبيعي مشاهدينا فهي مياه جامده مياه ما كتحركش فكيفاش غادي يديروا لها. كتشاهدوا معنا الان وعلى المباشر اجواء هنا ولو
في ظل هذا الشيء كامل فكيبقاو الشباب المكانسه وابناء العاصمه الاسماعيليه الناس ديال الناس اللي يعني صراحه ديال الفرجه والناس ديال اللي كيبغيو يعيشوا الحياه ببساطتها مساكن في ظل هذه الظروف وخالقين اجواء وناشطين مع بعضياتهم لانه ما كاينش بديل وما كاينش كما كنقولوا من غير هذا المسبح هذا اللي ممكن انهم يجيو يتبردوا فيه في ظل هذا الارتفاع ديال درجات الحراره في هذه الاثناء. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر كما كتابعوا معنا هذه هي الاجواء هنا من داخل المسبح البلدي بالعاصمه الاسماعيليه مكناس. تسنى زوير تسنى هنا. نعم مشاهدينا في هذه الاثناء غيبدا الاغلاق ديال يوسف للاشاره فقط. فهنا كذلك كاين فريق صحي اللي وفراته الاداره ديال المستشفى اللي هو شخص واحد ممرض واحد هو اللي واقف على هذه العمليه في ظل تواجد ديال يعني العدد كبير فلا جاو 3 حالات ولا 2 حالات غير اختناق بالماء ولا شي واحد وقع عليه شي مشكل بالماء ولا غرق ولا شي حاجه. ف يعني كنتمناو الله يدير الخير الله يدير الخير الله يدير الخير. نتمنى الله يعني الله يحد الباس والله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير. زيد على ذلك الاحتكاكات بالرغم من المجهودات اللي كتقوم بها العناصر الامنيه هنا من اجل استثبات الامن والامان داخل هذا المسبح البلدي. فكما كتشوفوا معنا ابناء المدينه العتيقه ابناء سيدي بابا ابناء برج مولاي عمر ابناء سيدي بوسكري ابناء توارقه ابناء سباته ابناء بن محمد ابناء سيدي بابا ابناء الزرهونيه وجعروس كذلك خارج المدينه بوفكران والحاج قدور واغوري. فالكل كيجي لهذا المسبح لانه 5 دراهم ما الله يحسن العوان. الناس دراوش راحنا عارفين الازمه عارفين الناس ما عندهاش 5 دراهم ممكن يجيب واحد 3 الوليدات ولا 4 ما عندوش باش غيخلص 120 درهم ولا 140 درهم على كل ولد. فالله يحسن العوان وعاد زيد عليها الماكله وزيد على هذا. لكن هذا ما كيمنعش انه خاص توفير مكان صحي بشروط صحيه بشروط تراعي لكرامه لهذا الانسان اللي جاي يستمتع بالاجواء الصيفيه داخل مرفق عمومي اللي هو من حقه اللي هو المسبح البلدي اللي كنتواجدوا به الان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. هناك بعض يعني وصلات بعض يعني بعض المصادر كتقول وبعض يعني الهضره اللي كتدور وبعض الكلام اللي كيروج انه بعض الناس يعني اللي محسوبين على المجلس الجماعي اللي قال